طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. أحبك أحبك الحب كله حبيته فيك، الحب كله. أحبك أحبك عايشة حالة حب معاك واخداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي. اقول لأهل ابو حمص ربنا يجعل ايامكم كلها حب، وهابي فالنتاينز داي. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين كلكم، واهم حاجه ان احنا نحب بعض. مش مهم ان احنا نحب بعض عشان مصالح شخصيه او علشان مصالح دنيويه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اهم حاجه ان احنا نحب بعض بجد ونحافظ على بعض بجد، لان المرحله اللي جايه ديت مرحله مهمه جدا 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 في تاريخ ابو حمص وفي تكوين بلد ابو حمص. بقول لأهل ابو حمص الجمال الحلوين ان عيد الحب ده عيد يجمع، وعيد كلمه من حرفين لكنها بتوحي معاني كثيره جدا جدا جدا، واكثر هذه المعاني يقتنيها وفعلا بيعيش اهل ابو حمص الكرام. قال لهم يا رب عيد حب سعيد عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، ومصر كلها تكون كل الناس تحب بعضها، عشان احنا لو حبينا بعضنا والله العظيم ثلاثة ما هيبقى في بينا اي ضغينة او اي شر او اي حاجة، واحنا ناس من جوانا طيبين يا جدعان، مش عايزين ندخل بينا وبين بعض فتن، ولا عايزين ندخل بينا وبين بعض مشاكل، تمام؟ احنا بلد ربنا ذكرها في القرآن، ربنا ذكرها في القرآن: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب، ويا ريت كلنا نحب بعض، وكل سنة وأهل أبو حمص كلها طيبين. أولا أقول لأهلي وناسي وأحبابي وأصحابي في أبو حمص، بلدي اللي أنا بحبها، إن طبعا عيدنا كلنا، ودايما إحنا بنتشبث فعلا إن إحنا يعني نتهادوا ونتحبوا مع بعض وبعضنا البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحبوا. بس فأنا أتمنى كل خير لكل شاب وكل فتاة في مركز أبو حمص. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب، ربنا يجعل أيامنا كلها حب وسعادة، وكل سنة وأهل أبو حمص كلهم طيبين. هو عيد الحب عيد جميل جدا جدا جدا، يا ريت يعني العالم كله بيحسد مصر، المصريين عموما، على إنهم بيحبوا بعض، لأن الله أساسا هو المحبة. فما طالما أنا بحب ربنا يبقى لابد أن أحب أخي في الله، واخي في الوطن، واخي المصري اللي انا عايش معاه وعايش معاه. اقول لهم ان عيد الحب ده حاجه جميله جدا، بتفكر كل انسان باحسن حاجه حبها في حياته. ممكن تيجي عن طريق حب الام، او حب الشخص، او حب مثلا مواقف معينه هو عاشها، ممكن ما يكونش مع الشكل اللي هو موجود معاه حاليا، او مع الشخص اللي موجود معاه حاليا، بس بتفكروا بيها، بتفكروا بابتسامه رقيقه، بهمسه لطيفه، بميعاد جميل، فكروا بحاجات ياما جدا. قولي بحبك